في زمن كان الاستعمار يثقل كاهل المغرب ويحاول أن يقتلع الهوية من جذورها، ولد صوت لم يكن كالأصوات وعزم لم يكن كالعزائم. إنه محمد علال الفاسي، ولد في مدينة فاس قلب المغرب النابض سنة 1910. نشأ في بيت بسيط محافظ، وتعلم في جامع القرويين حتى نال الشهادة العالمية عام 1932. كان منذ شبابه زعيما بالفطرة، يحمل هم وطنه ويؤمن أن العلم لا ينفصل عن الجهاد. وقف في وجه الاستعمار الذي أراد تمزيق وحدة المغرب، فاعتقل ونفي إلى بلدة تازة ومنع من التدريس، لكنه لم يصمت، بل راح يدرس ليلا في مساجد فاس، يحيي في الشباب روح المقاومة. وفي 1934 ساهم في تأسيس أول نقابة للعمال، ثم أنشأ كتلة العمل الوطني التي تحولت لاحقا إلى حزب الاستقلال. غير أن الاستعمار لم يتركه، فنفته إلى الجابون 4 سنوات ثم إلى الكونغو. وفي المنفى ظل يكتب ويفكر ويربط الصلة بالمناضلين في المشرق والمغرب. عاد بعدها ليتنقل بين العواصم العربية والأوروبية داعيا لاستقلال المغرب، حتى استقر في طنجة التي كانت يومها منطقة دولية. وحين نفي الملك محمد الخامس سنة 1953 كان علال الفاسي أول من دعا الشعب للثورة، وظل صوته يدوي حتى عاد الملك إلى عرشه. ثم تولى وزارة الشؤون الإسلامية عام 1961 قبل أن يستقيل ويمضي حياته بين قيادة الحزب والكتابة والمعارضة الشريفة. لقد عرفته عن قرب، كنا طلابا من جنسيات شتى، التقينا في مصر في بعثة البعوث الإسلامية، وكان هو منارة بيننا، يعلمنا، يحاورنا، يشعل فينا الأمل. وكان وثيق الصلة بكبار رجالات الفكر والدعوة مثل الأمير الخطابي والبشير الإبراهيمي والفضيل الورتلاني وحسن البنا وصالح حرب وأمين الحسيني وحسن الهضيبي وسيد قطب. لم يكن علال الفاسي مجرد سياسي، بل كان مفكرا مجددا ترك وراءه عشرات المؤلفات التي صارت مراجع، مثل النقد الذاتي، دفاع عن الشريعة، مقاصد الشريعة الإسلامية، في منفى الجابون. وكانت له اجتهادات فقهية معتبرة في الفقه المالكي، كما كان عضوا في المجامع العلمية بدمشق والقاهرة. رحل علال الفاسي سنة 1974، لكن صوته ما زال حيا في خطب الشباب وصفحات الكتب وأحلام الأمة.